كاين بلايص في بلادنا الناس ما تحبش تقرب منهم، بصح في خنشلة كاين دار وحدة كي تسمع عليها تحس البرد يجري في دمك. يقولوا اللي يدخلها ما يخرجش كما دخل. هذه هي قصة دار العرجون، السر اللي مازال مدفون في الظلمة. كان الليل في خنشلة مغطيها، البرد قارص والريح تصفر بين الجبال. في حي قديم فيه بيوت مبنية من الحجر قديمة وممرات ضيقة، الناس تسكر بيبانها مع المغرب. ماشي خوف من البشر، بالصح من حاجة ما تنشافش. يحكيو الناس بالمنطقة على دار مهجورة فوق التل، دار عمرها أكثر من 50 سنة، كانوا يسموها دار العرجون. ما فيهاش سكان، بصح كل مرة تسمع صوت كأن الباب يتفتح، كشغل حد يمشي في الداخل، كشغل كما يقولوا الدار ماشي خالية. القصة بدأت مع واحد اسمه حكيم، شاب جامعي من العاصمة جاي يقرا في خنشلة. كان يحب القصص الغريبة ودايما يقول لصحابه نحب نعرف وش كاين في العالم الخفي، نحوس نشوف بعيني. واحد النهار قالوا له اللي يقراو معاه بالك تدخل لدار العرجون، راهي مسكونة، الناس اللي دخلوا وخرجوا ما بقاوش كما كانوا. ضحك وقال مسكونة، نروحوا نشوفوا، بالك نلقاو فار، بالك نلقاو قطة. الليلة اللي بعدها كانت الجمعة، كي الناس تروح تصلي العشاء، حكيم راح وحده حامل الضوء وتليفون يسجل، باغي يديرها مغامرة. كي قرب من الباب حس بالبرد يدخل في عظامه، رغم أنه الجو ما كانش بارد بزاف. فتح الباب بصعوبة، صرير الحديد دار صوت يخوف. الدار ظلمة، الجدران فيها شقوق وريحة الرطوبة خانقة. بدأ يسجل صوته، أنا داخل دار العرجون نشوف وش كاين. مشى خطوة بخطوة وسمع تك تك كي شغل واحد راهو يمشي فوق السقف. رفع الضو تاعو، ما كاين والو. ضحك وقال بالك الريح، بصح الصوت زاد يقرب. كي حط الضو فوق الطابلة القديمة شاف حاجة جازت كي الظل بسرعة، وسمع همهمة خفيفة جاية من القبو. قلبه بدأ يخبط، بصح الفضول خلاه يكمل. حكيم حبط بالسلالم الحديدية، كل درجة كانت تصدر صدى طويل. كي وصل تحت لاحظ بلي كاين شمعة مطفية وكتابات غريبة على الجدران، كلمات بالعربية، بعضها مقلوب بعضها ما يتقراش. واحدة من العبارات كانت تقول من يدخل دون إذن يؤخذ صوته أولا. في اللحظة هذيك الضوء طفى، بقات غير ظلمة، وسمع نفسه يتنفس بسرعة. حاول يشعل تليفون لكن البطارية ماتت رغم أنها كانت 80%. ثم همسة جاية من الظلام، علاش جيت؟ جسمه تجمد وعيط، شكون هنا؟ واحد ما رد عليه، بس حس بيد باردة تشدو من كتفه. جبد روحو يجري، طلع في دروج يخبط في الحيط ويطيح. في اللحظة اللي رفع راسه شاف شكل امرأة واقفة فوق، شعرها طويل وجهها مغطي ويدها تنزف. قال بصوت مرتعش يا رب استر،
وانقطع الصوت. غدوة من داك البوليس والناس لقاو الباب مفتوح والضوء تاع الشمعة شاعل وحده. تليفون حكيم كان تمه يسجل. لما سمعوه الصوت الأخير كان صوت نفسه هو يقول: ماشي الريح، كاين واحد معايا. بعدها سكت، ومن بعد سمع ضحكة طفلة صغيرة. ما لقاوش حكيم لا حي لا ميت، لكن بعض الجيران يحلفوا باللي كل جمعة في الليل يسمعوا خطوات داخل الدار، والصوت الشاب يقول: أنا داخل دار العرجون، نشوف وش كاين. حتى اليوم الدار ما تباعتش. كل من يحاول يدخلها يعاني من كوابيس وأصوات تناديه بالاسم. وكيهب الليل على الخنشلة والريح تبدأ تصفر، الناس تغلق بيبانها وتقول اللي دخلوا ما خرجوش كامل، والسر بقى مدفون في دار العرجون. هذه هي الحكاية اللي حكيناها الليلة. بصح السؤال الكبير يبقى: هل فعلا دار العرجون ما زالت واقفة فوق التل؟ أسكو الناس يسمعوا الأصوات كل جمعة؟ إلا كاين شي واحد من خنشلة يقول لي، قولوا لنا في الكومنتير، سمعتوا بالحكاية؟ أسكو كاين ناس شافوا الدار ولا يسكنوا قريب منها، ولا هذه غير خرافة من خرافات زمان؟ شارك القصة مع أصحابك، قولوا لنا واش رايكم. يمكن السر مازال ما تكشفش. أنا صابرينة، وإلا حبيتوا نحكي حكاياتكم قولوا لي في الكومنتير. إلى الحكاية القادمة إن شاء الله.